صباح الخير عليكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. كل سنة وانتوا طيبين، عيد سعيد عليكم يا رب ان شاء الله. الفيديو فيديو تحفيزي كده، نشاط وحيوية. نضفت بقى الجنينة كويس كده وشلت كل التراب اللي فيها، وغسلت بقى الزرع والورد اللي كنت غسلاه قبل رمضان بشهر. غسلته تاني لان طبعا اتطرب، وحطيته بقى في الشمس يتشمس كده نص ساعة، وهدخله بقى كون انا روقت وخلصت. الشقة كلها. اخلص بقى الشقة، وبعدين طبعا مهم جدا الحمامات بعد ما الشقة كلها تخلص. طبعا الحمامات بتبقى عايزة تتنضف. لازم الحمامات دي بتبقى اخر حاجة في الشقة. طبعا بنكون خلصنا المطبخ، والمطبخ ده بيبقى عايز له يوم لوحده. هنا بقى بغسل كل حاجة على الرخام عندي او على الحوض، بعقمها واغسلها، لان طبعا بيبقى فيه بكتيريا وجراثيم كتيرة. واحسن بقى حاجة يعني مهما جبنا منظفات وملمعات وحاجات زي كده، احلى حاجة بنرجع عليها تاني هي الصابون. بس يكون يعني صابون كده بيرغي وريحته حلوة، وبعدين بنحط عليه شوية من الكلور. دي يعني احسن خلطة بتتعمل للحمامات. طبعا في حاجات تانية حديثة، وفي حاجات تانية بتلمع الاستانلس، هبقى اقول لكم عليها في فيديوهات تانية. بس انا هنا لمعت الباسكت بتاع الحمام، لمعته شوية من الجلانس كده، بجد يعني بقى قمر. وفي برضو منظف من ماي واي للاحواض الستانلس ستيل دي. وبرضو اي حاجه ستانلس ستيل في الحمام او في المطبخ او ايا كان، بجد رهيب. هبقى اصوره لكم واوريه لكم. جبت بقى ترابيزه اللي في الجنينه، طبعا كانت متربه جدا، ما كانش ينفع ارش عليها ميه او امسحها كده بقطعه قماش مبلوله، كانش ينفع كده خالص. فكان نفسي بقى التجزيعات دي بصراحه بمقشه او فرشه ارض او اي حاجه بتدعك كده، بجد بتقعد نضيفه كده، يعني بتبقى اسبوع كده عماله اتفرج عليها. كل ما ادخل كده عند ناحيه الريسبشن الاقيها نضيفه، يعني مش عايز تلمع. فعلا الحاجه لما بتتعمل بضمير وبتتعمل كويس جدا بتريح، بعدين بتبقى تنظيفها بعد كده بيبقى سهل. فلو في كراسي عندكم في الجنينة او ترابيزة صغيرة او ايا كان ببلاستيك مش بتتأثر بمية ولا حاجة، ناخدها كده على الحمام، وبعد كده نغسلها غسلة حلوة وتتصفى، ونرجعها تاني على نظافة، نكون خلصنا مسح وكنس البلكونة. واكيد طبعا مش محتاجة اقول لكم، لو وصلتوا لحد هنا اوعوا تنسوني في لايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. الارض دي بقى نفسي ادعكها كده بمقشة او فرشة، عشان حسن عليها تراب كده متراكم. وطبعا الاسود زي ما انتم شايفين على قد ما بيلمع في الاخر وبيبقى تحفة، بيبان فيه اي تراب. بس هو الحمد لله يعني هو مش مضايقني في حاجة، كله بيتلمع. ويا سلام بقى لو نقطة زيت من جونسون كده او اي نوع زيت ليه ريحة حلوة، نقطة صغيرة كده على قطعة منديل، على قطنة، على فوطة، وبندعك بيها سيراميك الاسود، بجد بتبقى خطيرة. مش بيزحلق ولا حاجة، احنا بنحط كمية قليلة جدا يدوب، بس بنزهزه اللون، نخليه فيه لمعة كويسة كده وتفضل ثابتة كده. وكمان التراب مش هيلزق فيه لان الزيت مش بيجمع التراب، فاهمين قصدي؟ هيفضل كده متحافظ عليه وبيلمع لمدة مثلا 10 ايام، اسبوعين مثلا كده يعني. هنا بقى الازاز برضو اللي هو بتاع الكابينة شاور، برضو حبيت اعمله لان ده برضو بعمله كل فترة، مش كل يوم طبعا، مش من الحاجات اللي تتعمل كل يوم، ازاز البانيو او ازاز الكابينة يعني شاور وكده. جددت بقى المناديل، لو مفيش مناديل حطيت فوط نضيفة. هلم بقى كل المية والصابون اللي على الارض دي عشان محدش يتزحلق، وبعدين بقى نشف الارض كويس، وبعد كده احط حاجة تلمع الارضيات زي زيت او معطر او حاجة ملمعة على الارضيات يعني. وبعدين بقى فرش الحمام، وبعدين احط الفوط نظيفة، وبكده الحمام بتاعي يفضل قمر وريحته حلوة فترة طويلة. حطيت بقى كيس نضيف في الباسكت وجردل المسيح، صفيته كويس ورجعته مكانه. ارجع بقى كل الشامبوهات والشاورات وكل حاجة كنت حطاها في الطبق ده، لاني اعرف اصب من الحمام وبعد كده ارجعها تاني على نظافة. بس كده. وتعالوا نشوف التويلت التاني هنعمل فيه ايه.
يلا بينا نتحفز كده ونتنشط مع بعض وما نكسلش ونقوم ونتحدى الكسل، عشان الكسل مش هيفيدنا اي حاجة خالص. عايزين ننجز كده عشان نقعد في راحة نفسية في العيد، ويبقى بيتنا كله نظيف كده وقمر. هنا بقى بغسل طبعا الشامبوهات وكل الحاجات والزرعات وكل حاجة، وبعدين بقى بنشفها كويس واستبعدها تماما لحد ما اخلص بقى التوريز كله وانشفه، وبعدين ارجع احطهم تاني على نظافة. نحاول بقى على قد ما نقدر ما نسيبش حتة الا لما نصبنها في الحمام، عشان دي عاملة عيد طبعا، عاملة كده بتقعد حلوة فترة طويلة تفضل نظيفة. نحاول ندخل في الجوانب كده، في الحتت اللي مش بنقدر نوصلها بسهولة نوصلها بأي طريقة. الناس بقى اللي بتقعد تسألني الحاجات النحاسي اللي هي دي حلوة ولا لأ، عملية ولا لأ؟ هي حلوة جدا وعملية جدا، وبغسلها بترجع بتبرق، وبعد كده هي مش بتطفي ولا حاجة الحمد لله. ولو حصل معاكوا طفت او كده، هي نقطة الزيت اللي بقولكوا عليها ايا كان نوعه، المهم تبقى ريحته كويسة. حتى السيراميك الاسود دوت هو اصلا يعني انا شارياه كده، هو مش مطفي ولا حاجة، لا هو بيرجع يطفي تاني ملمعه بزيت يقعد فترة حلو وبعد كده بيرجع يطفي تاني. هو يعني تقريبا مط حاجة كده، ليه اسم معين شكل رخامي ده. طبعا الحاجات اللي في الارض دي مش بقع خالص، هو شكله كده واتعمل، والشقة اتقفلت سنين يعني عليه، وطبعا في اسمنت وحاجات وحصلت كده. فالمهم ايه، في بقع مش بتطلع اصلا، وفي تجزيعات هي اصلا انا شارياه بيها، يعني عشان لو شفتوا الارضيات تفتكروها ان هي عايزة كلور، عايزة بطاس يطلع كل الحاجات اللي في الارض دي. لا هو كده، هو شكله كده. هنا بقى المساحة دي بقى يعني حاجة كده تحفة، بتغنيني كمان عن الفوط، بتمسح المية مش بتخلي اي نقطة مية صغيرة، وبتدخل كمان في الحتت الضيقة. بس بحب بقى لما اغسل الحيطان كمان انشفها، وبالذات بقى الحاجات الستانلس والنحاسي اللي هي الاكسسوارات بتاعة الحمام نفسه. دي بقى يعني بصوا يا جماعة، عشان احافظ عليها، طبعا هي مش بتصدي ولا بيجرالها حاجة، بس انا عشان احافظ عليها عمر اطول. انتوا عارفين ان المية لما بتدخل في الدايرات المدورة دي، بتخلي المسمار اللي جوه يتآكل، وبعد كده بلاقيها طلعت في ايدي. فليه ارش مية براحتي، بس انشف وبحذر، يعني مشغلة الدنيا وخلاص. لا كل حاجة كده بتتعمل بحساب عشان نحافظ على حاجة عمر أطول ونبقى محافظين عليها. هنا بقى طبعا بظبط البلاعة عشان ما يكونش فيها اي شوائب، عشان بحس لما ازق المية بالمساحة المية تجري كده اسرع وانجز اسرع. عايزاكم بقى تشجعوا وتقوموا تخلصوا اللي وراكم، وما تكسلوش والله يعني، ولا تضغطوا على نفسكم في نفس الوقت. استعينوا كده بالله وحددوا وقتكم ونظموا. النهارده عندي اكل مثلا من امبارح، او ما اعمل اوضه كده واخلصها عشان ارتاح. مينفعش نعمل كل حاجه كده في يوم واحد ونرهق نفسنا ونقعد بقى اسبوع تعبانين، لا واحده واحده كده، وكل حاجه بتخلص. اهم حاجه بنسمي كده بالله ونقول توكلنا على الله. يا سلام بقى لو شغلت سورة البقرة مش هتحسوا ان انتوا بتعملوا اي حاجة اصلا. ربنا يعيننا جميعا ويقوينا. يا رب يكون الفيديو يكون عجبكم عند حسن ظنكم، وكل سنة وانتوا طيبين. اسيبكم بقى كملوا الفيديو. جوهرة دي انا محطش عليها اي حاجة خالص، هي اكسسوارز كده جاية مع الخلاط نفسه. بجد يعني هو ما شاء الله، اللهم بارك، عملي جدا. هخلص بقى واحط مناديل واحط فوط كده، واظبط ديكوراتي وورداتي وزرعاتي، وافرش بقى الفرش التويلت اللي انا غسلته وحطيته يتحمص في الشمس. جبته بقى عشان افرشه واحط كيس بقى في الباسكت. بس كده، وكل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم يا رب، ويقويكم جميعا ويقدركم على كل حاجة حلوة.